رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اهلا وسهلا بحضراتكم في اخبار النادي الاهلي. صفقات الاهلي الجديده: ثنائي وقعان رسمين وثلاث لاعبين على الابواب. انهى النادي الاهلي تعاقد مع صفقتين حتى الان بشكل رسمي، وهما المدافع عمرو الجزار قادما من البنك الاهلي، والمغربي يوسف بالعمري ظهير ايسر الرجاء المغربي، وذلك وفقا لمصدر مطلع من داخل النادي الاهلي. مصادر صحفيه: هناك ثلاث صفقات جديده باتت على ابواب القلعه الحمراء للانضمام خلال الايام المقبله، وهم مروان عثمان اوتاكا مهاجم فريق سيراميكا كيلوباترا، واحمد عيد ظهير ايمن فريق المصري البورسعيدي لدعم الهجوم والجبهة اليمنى. الصفقة الخامسة ستكون بنسبة كبيرة في الخط الخلفي هادي رياض مدافع بتروجيت أقرب من أي وقت مضى لارتداء القميص الأحمر. عمر كمال عبد الواحد يتمسك بالرحيل عن الأهلي. المصدر أكد أن التعاقد مع أحمد عيد ظهير أيمن المصري البورسعيدي سيكون لدعم الجبهة اليمنى في ظل تمسك عمر كمال عبد الواحد بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. يستعد النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز تنزاني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة 6 مساء يوم الجمعة القادم. محمد عبد الله يوافق على الرحيل من الأهلي في يناير. قالت مصادر من داخل الأهلي أن محمد عبد الله لاعب الفريق وافق على الانتقال لفريق سيراميكا كيلوباترا في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة. المصادر تحدثت وقالت أن عبد الله وافق على الانتقال لسيراميكا كيلوباترا بعدما رفض هذا الأمر في البداية، لكن بعد محاولات من جانب مسؤول نادي سيراميكا رحب بالانتقال للنادي الاخير. واكد ان اللاعب الشاب ابلغ اداره ناديه بالانتقال لسيراميكا بعدما علم بصعوبه حصوله على فرصه المشاركه خلال الموسم الحالي في ظل وجود اكثر من لاعب في نفس المركز. المصدر اكد ان الساعات المقبله ستشهد حسم انتقال اللاعب بشكل نهائي لفريق سيراميكا كيلوباترا وفق اتفاقات الادارتين، في ظل طلب اداره الاهلي اتمام التعاقد مع مروان عثمان اوتاكا لدعم خط الهجوم، وبما يتوافق ايضا مع عدد الاعارات المسموح بها لكل نادي في هذا الموسم. يوسف بالعمري يحدد موعد وصوله الى القاهره انضمام للأهلي. حدد الدولي المغربي يوسف بالعمري ظهير أيسر فريق الرجاء المنتخب المغربي موعد وصوله للقاهرة، وتقرر أن يصل الدولي المغربي بالعمري إلى القاهرة يوم الأربعاء القادم للانضمام لفريقه الجديد الذي سيرتدي قميصه خلال الفترة المقبلة. وسيحصل اللاعب على يومين إجازة بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التي كانت تستضيفها المغرب، وبعدها سوف يشد الرحال إلى القاهرة ويخوض فريق النادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار تتش بالجزيرة من أجل تجهيز والاستعداد لمواجهة يانج أفريكانز تنزاني يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 6 مساء. وتصدر النادي الأهلي مجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط بعد الفوز على شبيبة القبائل ثم التعادل مع الجيش الملكي في الجولة الثانية، ويأتي يانج أفريكانز في ترتيب ثاني ب4 نقاط أيضا، ثم الجيش الملكي وشبيبة القبائل برصيد نقطة واحدة. مفاجأة بشأن اقتراب تريكا الغلابة من الأهلي. أثار اسم حسن تريكا لاعب وسط نادي الملك كفر الزيات جدلا واسعا في الشارع الكروي المصري خلال الأيام الماضية بعد تداول أنباء عن وجود عروض من النادي الأهلي وارتباط اسم نادي ديلفي الرياضي بدخول الصفقة، ما فتح باب التساؤلات حول مستقبل اللاعب الملقب بتريكا الغلابة في سوق الانتقالات الشتوية الحالي. نفى هشام حنفي رئيس قطاع الكرة بنادي ديلفي الرياضي بشكل قاطع أي صلة للنادي الأهلي بالعرض المتداول لضم حسن تريكا من ناديه ملك كفر الزيات، مؤكدا أن العرض الذي تم تداوله لا يمت بصلة لنادي ديلفي من قريب أو من بعيد، مشددا على عدم وجود أي مفاوضات أو اتصالات مع النادي الأهلي بخصوص اللاعب، وإنما أشيع في هذا الشأن عار تماما من الصحة. وأوضح أيضا رئيس قطاع الكرة بديلفي أن الخطاب المرسل من ديلفي إلى نادي ملك كفر الزيات بشأن ضم اللاعب جرى اقتطاعه من سياقه الحقيقي لخدمة فكرة معينة، ما أدى لتفسيره بشكل خاطئ. كما نفى دلالة الصور المتداولة للاعب حسن تريكا مع وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، مؤكدا أنها جاءت بمحض الصدفة في ظل تواجد عدد من نجوم النادي الأهلي داخل نادي ديلفي، نظرا لكون النادي يخضع لرعاية النادي الأهلي، وما لا يعني وجود أي اتفاقات أو مفاوضات رسمية. خبير لوائح يكشف مفاجأة بشأن القيد الأفريقي ما مصير صفقات النادي الأهلي. كشف عامر العميرة خبير اللوائح والقوانين مفاجأة بشأن القيد الأفريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل العودة إلى استئناف منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا. وكتب العميرة على حسابه الشخصي: القيد الأفريقي ينتهي 31 يناير والحد الأقصى للقيد 7 لاعبين، ولكي يصبح اللاعب مؤهل للمشاركة بمباراة يانج أفريكانز تنزاني يوم 23 يناير
يجب أن يتم تسجيله على سيستم الكاف يوم 20 يناير الساعة 5:59 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. ويسابق مسؤول الأهلي الزمن من أجل قيد الصفقات الجديدة التي جرى إبرامها خلال الميركاتو الشتوي الجاري بعد وصوله 5 صفقات من أجل اللحاق بمواجهة يانج أفريكانز المقرر إقامتها الساعة 6 مساء يوم الجمعة القادم. حسام عبد المجيد على رادار أندية أوروبية وعرض برتغالي منتظر. وموقف الزمالك. بات حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك والمنتخب الوطني محور اهتمام عدة أندية أوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذ دخل اللاعب دائرة اهتمامات أندية أوروبية في الدوري البولندي الذي تتابع مستواه مع القلعة البيضاء والفراعنة. مصادر صحفية قالت بأن هذا الاهتمام لا يزال في طور المباحثات غير رسمية ولم يرتقي بعد لمرحلة العرض المكتوب، ومن المتوقع أن تتضح الرؤية النهائية لموقف النادي البولندي خلال الأيام المقبلة. وبالتوازي مع الاهتمام البولندي يترقب حسام عبد المجيد وصول عرض رسمي من الدوري البرتغالي عبر أحد وكلاء اللاعبين فور انتهاء مشاركته في كأس الأمم، وبالتالي انتهت. من جانبها تسعى إدارة الزمالك لتأمين بقاء المدافع الشاب من خلال دراسة تمديد عقده وتعديله ماليا مع الاحتفاظ بمرونة في قرار البيع حال وصول عرض رسمي مغري يحقق توازن بين مصلحة النادي المادية واحتياجاته الفنية. وينتظر الزمالك العرض البرتغالي الذي قد يكون أول التحركات الرسمية التي تصل إلى 100 عقبة. الزمالك يكشف حقيقة عرض تعاقد مع خوان بيريرا في يناير القادم. قال مصدر من داخل الزمالك وكشف عن حقيقة ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن وصول عروض من أندية الدوري الليبي للتعاقد مع البرازيلي خوان بيريرا جناح الفريق الأول. وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن الإدارة لم تتسلم أي خطابات رسمية بشأن هذا العرض، مشددا على أن أي عرض سيصل مستقبلا سيخضع للدراسة بالتنسيق مع مجلس الإدارة بما يضمن مصلحة النادي الفنية والمالية. وشدد على صعوبة التفريط في خدمات هذا اللاعب حاليا نظرا لعدم توافر البديل الجاهز في قائمة الفريق في ظل أزمة منع القيد التي قد تعيق تعويض اللاعب حال رحيله. انتهى ملخصنا، ما تنساش تعمل لايك لهذا الفيديو وتشترك في قناة مملكة الليل وفعل جرس الإشعارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.